ماشي، انا اعلمك تعمل الحركه دي ازاي يا باي. خد يا باي، صور يا باي، شوف بقى احتفاليه ميسي الرايقه. هي دي. سلام عليك يا ربا. يا سلام عليك يا لورينتي. بوب 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 بوب. ريبيري، بوفل، روح. ده شادو، بس انا في لاما برضه. فيديو جديد تفتيح باكات نجوم الاسبوع، وطبعا هنصعد من ديفيجن 2 لديفيجن 1 زي ما اتفقنا. لو هنقعد نصور 3 ساعات لازم نوصل لديفيجن 1 الفيديو ده. دي نقطه. تاني نقطه، هنفتح على باكات نجوم الاسبوع لان موجود لاعب بيج تايم ايبك، حرفيا باك شمال ديفنسيف فول باك اسطوري زي ما الكتاب بيقول. ارقامه 10 على 10، لاعب خيالي، لاعب اسطوري، لوكاس هرنانديز. كل طبعا عارف ان اللاعب ده مفيش غير بطاقه واحده ديفنسيف فول باك اللي كنا بنشتريها بالجي بي قبل كده زمان، وبعد كده ما نزلوش اي بطاقه ديفنسيف فول باك. حرفيا كارت ايبك موجود في نجوم الاسبوع، انصح الكل يفتح عشان خاطر الكارت ده. فترتيب الفيديو، هنفتح باكات نجوم الاسبوع وبعدين هندخل على الديفيجن الاسطوري باللاعبين اللي هيطلعوا لنا من نجوم الاسبوع. حرفيا هنلعب ماتشات اسطوريه لحد ما نوصل لديفيجن 1. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشير الفيديو لصاحبك عشان يشوف التفتيح والصعود لديفيجن 1. وهدفنا في الفيديو ده نوصل 1000 لايك. ويلا عشان ما اطولش عليكم اسيبكم مع الفيديو. دلوقتي احنا معانا 100 كوين وثلاث فتحات على باك ناكامورا. طبعا لو طلع لنا من الفتحه المجانيه لوكاس هرنانديز او مهاجم اليونايتد او اوديجارد او فان دايك مش هنكمل على الباقي. صراحه انا شايف الونات هنا هرنانديز، فان دايك، اوديجارد، ومهاجم مانشستر يونايتد، لان انا لعبت بالنسخه البيز لقيته مهاجم زي ما الكتاب بيقول، سرعه وتسارع اسطورين وقوه في الركل. انت عايز ايه اكتر من كده؟ مع التحام جسدي 85 بالنسبه للطول 191، فانت معاك مهاجم 10 على 10. فنبدا عندك بالفتحات المجانيه ونشوف اول فتحه. يا ترى يا هل ترى. طبعا ابيض. يلا يا باشا، سوبر كنسل ونودي الفتحة التانية. أبيض برضو. نودي الفتحة التالتة على طول، سوبر كنسل، ونشوف هيطلع لنا مين. ده أبيض على الأبيض. ده مفيش حتى فراشة بتطير فوق. مثلا نروح على الفتحة الأولى المجانية ونشوف مين اللي هيطلع لنا. احنا قلنا دوري فرنسي، دوري إنجليزي، دوري إنجليزي، دوري إنجليزي، يعني دوري فرنسي وثلاثة دوري إنجليزي. اتمنى لوكاس. يسعد دينكم، انتوا ناس محترمه والله العظيم محترمه، لان هو ده اللي انا عايزه. ليه بقى انا بقول انا عايز لوكاس هرنانديز؟ تعالى يا باشا، عندك لوكاس هرنانديز ظهير مدافع. الارقام اللي قدامك على الشاشه دي ومش بوستر، وسرعه وتسارع وقوه في ركل وقفز والتحام جسد. الجمدان ده الميزه ان الكارت اللي بيه وظهير مدافع ديفنسيف فول باك. فبصراحه لاعب يستحق التجربه ويستحق انه يلعب اساسي في تشكيلته. فنكمل تفتيح على الباك ونتمنى يطلع لنا اللاعبين اللي انا قلت عليهم. وطبعا لو طلع اوديجارد يبقى عملوا معانا الصح. اما فان دايك بيوصل ماكس 99 ودي نقطه هتكون رايقه جدا. كده الونات دوري انجليزي. حلو حلو. مين يا باشا؟ ايطالي. ايطالي ايطالي. ما هي مش جايه سكه، هي مش جايه سكه. باقي فتحتين ونودي بسم الله. نتمنى فان دايك، اوديجارد، فان دايك او اوديجارد. طبعا تقريبا كده في لاعب كويس او 4 نجوم ما احناش عارفين. اسباني. ده طبعا لاعب جوكر بيلعب في مراكز يعني كان ناقص بس يوقفوه حارس مرمى يعني، ولكن هنجربه في فيديو النهارده وندخل على الفتحه الاخيره ونشوف هيطلع لنا مين. نتمنى يا فان دايك، احنا كنا نتمنى 3 ولكن حاليا يا فان دايك يا اوديجارد، ونشوف اللعبه هتعمل معانا ايه. كوبو. اللعبه عملت معانا الغلط. طبعا قبل اي حاجه الحساب ما كانش معايا حرفيا، يعني ال5 ماتشات اللي قدامكم دول انا ما لعبتش فيهم ماتش واحد، ولقيت فيه خساير بقى وتعادلات وقصص. المهم يا باشا احنا هندخل نجرب اللاعبين. انا جهزتهم زي ما انت شايف قدامك على الشاشه. هنلعب كوبوي ام اف على الشمال، وجبنا نيدفيد على اليمين، وماركوس لورنتي هنلعبه راس حربه صريح، ومعانا لوكاس هرنانديز ديفنسيف فول باك على الشمال. وهندخل نجربهم في الديفيجن ونحاول نصعد الديفيجن 1 باللعيبه اللي قدامكم على الشاشه. تمام يا كبير؟ تمام يا كبير. نروح بقى. احنا محتاجين كام نقطه دلوقتي؟ احنا معانا 1739 نقطة، يعني 1740 نقطة، باقي 60 نقطة. يعني لو كسبنا 3 4 ماتشات حرفيا هنصعد الديفيجن 1. نبدأ يا باشا بأول ماتش ونروح. طبعا دي تشكيلتنا، وتعال نشوف تشكيلة الخصم على طول. يا سلام. دروجبا ده على فكرة بيعقدني. تعال نشوف الماتش هنعمل فيه ايه.
بافل ودي يا ندفد واحدة. كنت همس عليك دلوقتي يا بيتر يا شمايك. اوه بابا شركة كونامي الجميلة تهدي لاعبنا المفضل جول بالاسلوب ده، يعني مفيش غيره. طيب ايوه خد دي لعبة خبيثة. خد دي. اوف لم تهرج بقى. ابلع دي. اوه كونامي قصده بقى، فاهم؟ لا هي كونامي خلاص يعني، فاهم؟ قررت انها تديله الجيم. زدت الخساره خساره عشان انا لاعب اسطوري، يعني هزرنا كتير. نلعب بقى جد. طبعا خسرنا الماتش الاولاني عشان الناس اللي بتقول انت ما بتخسرش، اهو خسرت يا عم 1-0. ندخل على الماتش. دي تشكيلتنا ودي تشكيله الخصم، وتعال نشوف هنعمل ايه في الديفيجن. عاد يا كوب قبل 1-0 بعده. واحده بوش رجل لوحده يا زلمه. ضربه جزاء. هنعد لحد 10 واللي هتقف عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يمين. هو علم لي على يمين وهيروح عليها، انا عارف. كوبو انت فاشل باصات حرفيا. الباص ده تعبان جدا، انا مش عارف عدى ازاي. سلام عليك يا ربا. يا سلام عليك يا لورنتي. كوبو وحرك الحارس يمين. لورنتي. يا سلام على الباص. طب اعمل ايه؟ جاب جول. او ماي جاد. فيني. او ماي جاد جاب الجول الثاني. انتهاء الماتش 22 نقطة. كنا معانا 40 نقطة، بقى معانا 31 نقطة، ناقصنا 10 نقط. ما علينا يا باشا. ندخل على الماتش اللي بعده. مصنف 108. طبعا الماتش ده مصنف 108 فاكيد ليه احترامه، يعني هنلاعب لوكاس هرنانديز فقط من اللاعبين. شوف خطته يعني، انت فاهم؟ ماشي ندخل ونشوف هنعمل ايه. شادو العب يا شادو يا تركي. كان معايا في البطولة ده يا جدعان، ده هيكسبني. ريبيري. بافل. روح. ده شادو بس انا في لاما برضه. كان معاه في البطوله ولعيب كان بيكسب كل الناس حرفيا 7 8 9، بس انا طلعت بسبب النور طبعا. حلو. وحش باريسي. ماتش مضغوط يا جدعان، ماتش 10 على 10. هو ده الماتش يا اخي. ما لعبتش ماتشات من دي من زمان يا اخي. يا اخي الخصم اللاعب لاعب محترم بامان. باريسي. يوهان. ودي بقى. يا سلام. يوهان. يا شمايكل. لا ماتش يحترم. ماتش الغلطه بجول. طبعا ده حركه صايعه. سحبت لاعب رجعت بيه جول. ايوه. وحش. وحش. ريبيري اسد. بافل. يا سلام يوهان. دلع يوهان. يا الله.
وحش. لا 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 سون، لا سون، لا سون، لا سون، لا يا جدعان. وانتهت المباراة. مات زي ما الكتاب بيقول يتعمل فيديو لوحده والله، بس انا هنزله لكم. كانت 13 على العالم السيزون اللي فات، والسيزون ده 101، وزمانه دلوقتي وصل 200 ولا حاجة بعد الخسارة دي. حرفيا لاعب محترم. انا بعد الماتش ده ندخل على الماتش اللي بعده يا باشا. طبعا دي تشكيلتي ودي تشكيلة الخصم، وهندخل الماتش ونشوف هنعمل ايه. تخيل لما واحد بيعمل يعمل كده. سلمنا على حاجة. شوف بيكسر. يعني انا عايز طيار. طب احتفل يالا، احتفل يالا، خد راحتك، احتفل احتفل طول يعني. طبعا النتيجة عجباني، بس اللي هي ايه، تقهر 1-0. اي نعم احنا مضيعين كتير بس مش مهم. 19 يعني فوز واحد ونصعد الديفيجن. روح يا غالي. هندخل الماتش ونشوف هنعمل ايه. دفاع شامل. يا ليو. هي دي. طب يا جدعان انا عايز حد يقنعني ايه اللي انا بعمله ده. حركت عملته كده، حركت والله حركت. مش عايز. طب يا رب فاتك. بابل ايه اللعبة دي؟ تعالى جاي العب. لا يا باشا، لعبه تيكي تاكا بقى. دي تشكيلتنا ودي تشكيله الخصم، وتعالى يا باشا نلعب بقى، نلعب برجوله بقى. فنلعب بقى نصعد لديفيجن 1 بقى بدماغنا احنا بقى، بلعبنا احنا. خسرنا ماتشين ما لهمش اي قيمه، كان زلنا صعدنا. يلا يا باشا، اللي حصل حصل، ما عادش في فرص ضايعه، ونلعب بقى جد. شكله جميل جدا. ابدا يا باشا الاول. روح يا باشا. طلع يا باشا المرتده. جول فاضي. شبع ما بتعرفش تلف. برافو. خد يا باشا. خد جول يا باشا. هو افلس خلاص، ما عادش عنده. لا الوضع عامل ازاي، هو داخل يبدن على حد فاتبطن عليه، فهيعمل ايه طيب الغلبان. ابلع يا باشا التاني. لو جالي 10 اهداف هجيبهم معانا. سهب يلا. رعاية الله غالي. حلو. تويتش انا بحب بتوع تويتش دول، بحب اقابلهم. تعالوا كده الامور تمام. دي تشكيلتنا ودي تشكيله الخصم. لعيبه الاحلام. ما علينا، مش فارق معانا كل الكلام اللي في الفاضي ده. هندخل ونشوف المباراه في ارض الملعب ايه اللي هيحصل. تعالى تويتش يا جميل. ابلع يا باشا، ابلع واحد. روح يا كروي. روح يا كروي. ابلع يا باشا التاني. اسوأ لاعب. روح يا باشا والهدف التاني. تعالى يا غالي. تعالى الرابع. روح يا باشا. احلى 5 العيون. لسه فيها جول. بقول لك لسه فيها جول يا اخي. خلصنا الماتش ده هندخل على اللي بعده. ما انا هصعد من الاخر. بره عن كونامي هصعد، بكونامي هصعد. فاضل لنا ماتش واحد ونصعد. يا ترى مين؟ تويتش تاني. شوف ده مين بقى. ده تويتش اللي كسبنا، اللي اوليفر كان طلع عينينا معاه تقريبا هو. وودي يا باشا وهنشوف هنعمل ايه بقى. ده ماتش الصعود. ليو. روح يا عافيه، هتروح عافيه. دافيد. ليو. روح يا عافيه كمان. جاب جول. ماشي. انا اعلمك تعمل الحركه دي ازاي. خد يا بايم. صور يا بايم. شوف بقى احتفالية ميسي الرايقة. اوه ماي جاد. وهيك والله. روح يا باشا. اقطع له الامل.
قطع له الامل يا باشا. ايه يا ابو ايمن؟ هو انا عشان سبتك ولا ايه؟ مش هجيبها طبعا، مش هخليك انت تديني جول، انا كسبان بمجهود يا ابو ايمن. حبيبي حبيبي. بس يا باشا الصعود ده بقى يا باشا للمتابعين ليه؟ لان انا وعدتهم ان الفيديو القادم هيكون صعود لديفيجن 1. حلو حلو. كونامي بقى هتروح يمين تروح شمال، هصعد يعني هصعد. عصبتني وحرقت دم في ماتشين، ولكن انا الفلامه عيب عليك. بس يا باشا احلى صعود لديفيجن 1، احلى متابعين، وانتظروا التصنيف على اوروبا. طبعا ماتشات على الرايق. وبعد ما وصلنا لديفيجن 1 انتظروا مني الترتيب على التوب 100 على السيرفر. حرفيا لازم اعمل مفاجاه السيزون ده. بس قبل كل ده اهم حاجه دعمكم واننا نوصل للناس، انكم تشيروا الفيديو اعلى شير عندكم ولايكات وكومنتات. ويلا عشان ما اطولش عليكم انتظروني الفيديو القادم.